الجيش الليبي: نشكر الرئيس السيسي على قوافل الدعم والوقوف بجانب ليبيا. كشف اللواء أحمد مسماري المتحدث بالجيش الليبي إن هناك نحو 5300 قتيل وأكثر من 12,000 مفقود نتيجة إعصار دانيال المدمر، مشيرا إلى أن كل ساعة هناك أنباء عن العثور عن وفيات وإصابات. ووجه المتحدث باسم الجيش الليبي الشكر للقيادة المصرية على تقديم أكبر قوافل إمداد لشعب ليبيا بعد تعرض درنة لإعصار دانيال المدمر. وقال المتحدث باسم الجيش الليبي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج علامة اقتباس على مسؤوليتي علامة اقتباس المذاع على قناة صدى البلد إن مدينة درنة تضررت في المواصلات والخدمات والبنية التحتية والتربة الطينية النقلة إلى البحر والجبل الأخضر حتى أصبح صخور فقط معلقة ضخامة للسيول ووتنا لرياح وارتفاع الوادي عن درنة جاءت من 600 متر فوق البحر، وهناك هبوط حاد في درنة وتم تدمير على بنية للتحتية لا منزل. وأكد اللواء أحمد مسماري أن البحر بدأ يلفظ الجثث والسيارات على بعد 30 كيلو مترا، لافتاً إلى أن هناك آلاف النازحين خارج درنة، ويتم تنسيق الجهود بين فرق الإنقاذ الليبية والفرق العربية التي وصلت ليبيا للمشاركة في عملية الإغاثة. وبشأن دعم مصر بحاملة الطائرات ميسترال، أضاف قائلاً: تساعد في تأمين مهابط للطائرات، وستساعد على أن تكون مستشفى ميداني يمكن نقل الحالات الخطيرة لمصر عبر الطائرات العمودية التي تهبط بها. واختتم قائلاً: الرئيس السيسي وجه كل الإمكانيات في خدمة الشعب الليبي، ولا ننسى القوافل البرية التي تحمل مستلزمات إعادة تأهيل الطرق التي دمرت، وتم فتح فنادق المنطقة لمن دمر منزله ومن هو مشرد في الشوارع بسبب الإعصار، علاوة على استضافة بعدي الأهالي في المناطق الأخرى آلمت الضررين.